بص يا صديقي، في ناس كتير جوي بتسألني الفترة اللي فاتت انت مختفي ليه؟ مع يعني مش كتير جوي يعني، ولكنه يعني الناس اللي هم قريبين مني والناس اللي هم بيسألوا عليا بالفعل. يعني مش عايز اقول اسماء حد، لكن هم معروفين، يعني في ناس معينة بس هم اللي بيدوروا عليا وبيسألوا عليا في الفترات دي. وانا يا صديقي يعني بحترمكم كلكم، ولكن في الاخر انا مش يعني مش اللي هو ايه، يعني مش مشهور قوي لدرجه ان الناس كتير تكون بتدور عليا. ولكن هما يعني اصدقائي المقربين بيسالوا انا ليه مبتعد عن اليوتيوب، مبتعد عن التصوير، ويمكن مبتعد عن الساحه الرياضيه بكل اشكالها الفتره اللي فاتت. يمكن حاجات بسيطه بس اللي هو بتابعها من خلال الصفحه بتاعت هبدأ مرتده. وده في حد ذاته يمكن يكون انا مضايقني على المستوى الشخصي، ان انا كمان انا اصلا الموضوع ده كله ما كانش هدفي منه غير ان انا حابب الموضوع وحابب الفكرة كلها. يعني مش هدف الشهرة او مش هدفي ان انا اعمل منها فلوس، لان الحمد لله انا ليا حياتي وليا شغلي والكلام ده كله. فمش اللي هو ايه، لو جابت فلوس طبعا محدش هيكره، لكن مش الهدف الرئيسي. هي الموضوع كله قائم على المرح، بس ان انت بتبقى مبسوط فبتعمل حاجة انت حاببها بس. ده اللي انا كنت عايز اوضحه للناس. فعشان كده انا مقصر الفترة اللي فاتت، وده لضغط كبير انا بمر بيه. يعني بالنسبة لي انا حاسس ان عندي مشاكل كتير على المستوى الشخصي، في حياتي في شغلي. فيعني بنسأل الله التسهيل ان انا اكون يعني عارف اللي هو ايه، بالك رايق كده. لان زي ما انا قلت لك في بداية الكلام ان الموضوع انا بعمله اصلا على سبيل المرح. فمنين هيجيلك المرح وانت مثلا بتفكر في حاجات، عندك شغل، عندك حاجات كتير بتعملها او حاجات كتير شاغلة تفكيرك. فيمكن دي اللي مخليه الواحد مقصر ان هو يكون مداوم على حكاية الفيديوهات. اما لو انت اصلا فارق معاك ان انت تشوف رأيي او تسمع رأيي او تشوف فيديوهات انا بقولها مثلا، او اي محتوى انا بقوله، فانا ممكن في خلال شهر رمضان، كل سنة وحضراتكم طيبين طبعا وربنا يعود عليكم الايام بخير. فانا كنت ناوي، وعشان كده انا بنزل الفيديو ده، ناوي ان انا اعمل يعني كده عارف اللي هو ايه، اي حاجه كده في رمضان، فيديوهات خفيفه كده. وان شاء الله دي ممكن تكون فيديوهات على مقاطع الريلز. فاتمنى بس ان هي تكون تعجبكم، وانا عايز محتواها يكون متروك ليكم انتم. انا عايزكم انتم تكتبوا لي في كومنتات الفيديو ده ايه الحاجات اللي انتم عايزيني اتكلم عنها بالظبط. وطبعا اشوفكم خلال شهر رمضان ان شاء الله، وكل سنه وحضراتكم طيبين.